في التلفزة. بدون إطالة نمتطي إذن جواد الأحداث والأحداث اللي تترقبونها. الحدث إفريقي، قطب في لاغوس والترجي، وقطب في تونس والنادي الأفريقي. هشام الخلسي، وندخل البيوت من أبوابها. هشام الخلسي رفقة عادل ليث عمار، رفقة مني المثني. رجعتوا اليوم من لاغوس وعشنا معاكم في العشية مقابلة لاغوس مقابلة الترجي. ما يمكنش نقولوا ان الترجي خسر الا مقابلة الذهاب، ما خسرش حاجة اخرى. خسر صحيح مقابلة الذهاب، لكن في الحقيقة هي نتيجة إيجابية بالنسبة للترجي الرياضي لعدة أسباب. الترجي صحيح انهزم هدفين مقابل هدف، لكن هي في الحقيقة تعادل هدفين مقابل هدفين. الترجي بادر تسجيل الهدف الأول، هذا أكبر دليل عن الترجي كسب الخبرة في المغامرة الإفريقية وأصبح يسجل قبل منافسه. انطلاقا من الدقيقة 31 الترجي يلعب ب10 لاعبين فقط رغم حدة التحكيم وصعوبته، فتمكن المحافظة على نتيجة الشوط الأول. نعود إلى التحكيم، وهوني نقولوا التحكيم كان رديء جدا، وشاهدت هذا من خلال المقابلة اليوم العشية. يظهر لي وأنه إذا ثم إمكانية كما كنا نحكي مع نجي جويني وعبد السلام شمام، إمكانية التعاون ما بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم باش نتعاونوا ونوليو فما بعض حكام ربما يزفروا مقابلات البطولة الإفريقية. على كل، الترجي باش يوجه رسالة إلى كل من الكونفدرالية الإفريقية والجامعة الدولية لكرة القدم، ثم بادرة أخرى علاش لا حكم دولي يرافق الفرق التونسية في المغامرات الإفريقية. كما قال لكم سي محمد، التصوير كان تونسي اليوم، ما خذيناش شريط من التلفزة النيجيرية، بل التصوير كان من عادل ليث عمار ومثني المهني. حافظنا على التصوير التونسي. نمر مباشرة إلى المقابلة هذه كانت بدايتها قوية لصالح الترجي الرياضي التونسي. مقابلة بداها الترجي، بدا بالهجومات خاصة على اليسار بعمليات ثلاثية من الجباري البرباش وكذلك هيثم عبيد. هذه قصفة الأولى من رشاد الفارح، ثم الفريق النيجيري يجيب بعملية عن طريق أميسا إبراهيم، لكن هذا ما منعش باش الترجي يواصل الاستعراض الكروي الطيب اللي قدمه في بداية المقابلة. ثم في الدقيقة الخامسة عملية هايلة من منظر بواب وعادل الجباري بالراس، وأنسى إدوارد كان على خط المرمى ويتلقى الكرة هذه. ثم تجي عملية أخرى لصالح الترجي الرياضي التونسي وتعطي الهدف الأولاني الهنشيري هيثم عبيد، ويحقق الهدف الأولاني لصالح الترجي الرياضي التونسي. بالمناسبة هذه هيثم عبيد كان البارح عيد ميلاده وهدى الهدف هذا للترجي الرياضي التونسي، فأحسنش من الهدية هذه من اللاعب إلى الجمعية متاعه. هذه إعادة للهدف، برود دم كبيرة من الهنشيري، اللي أكد الهنشيري رغم الفترة القصيرة اللي لعبها وأنه عنده استعدادات طيبة في الهجوم وبرود دم كبيرة في بداية العمليات. ثم عملية أخرى بالجباري وحتى مشكل بالنسبة هذه الهفوة متاع شكري الواعي، 1 2 3 4 والحكم. ثم هفوة من شكري الواعي والحكم طبعا يعطي مخالفة لصالح الفريق الكاميروني، ومايك أوبي في دقيقة 24 يعدل النتيجة لصالح الفريق النيجيري. ثم عملية أخرى، عملية إقصاء، كان الهنشيري تحصل على إنذار لأنه كان يربط في صباطه داخل الميدان، وهذا مخالف القوانين الجديدة للجامعة الدولية لكرة القدم. لكن هنا الهنشيري ياخذ إنذار، ما نعرفش علاش الحكم أمره باش يوخر أمام اللاعب، الهنشيري يوخر ويتحصل على إنذار ويقع إقصاء لأنه كان تحصل على إنذار آخر. وهنا طبعا تظهر قساوة الحكم السيد لوران بيشات. ثم طبعا الفريق النيجيري ينزل للهجوم وكثف العمليات، لكن دفاع الترجي الرياضي كان حاضر، خاصة ثلاثي الوسط الهيشري وبن يحيى وجبارة. والفريق النيجيري كما قاعدين تشاهدوا يعتمد أكثر على التوزيعات العالية والقذف من البعيد على الطريقة
إنجليزية. هنا عملية ضربة جزاء كنت تشاهدوا، ما كان فما حتى علاقة ما بين المنظر بواب واللاعب النيجيري أميسا إبراهيم، لكن الحكم أصر باش يعطي ضربة جزاء. ضربة جزاء الأولانية ما تسجلش لأنه كان لاعب دخل للميدان وتتعاود، وبن أورها يحقق الهدف الثاني في أواخر الشوط الأول، ومع العلم وأن الحكم أضاف 7 دقائق في الشوط الأولاني. الشوط الثاني كان كله محسوب لصالح الفريق النيجيري. عدة عمليات، ضربة على العارضة من جودوين إيكي، ثم أميسا إبراهيم، ثم ساني قذف، لكن سمير الخميري كان على خط المرمى وأنقذ مرماه من هدف محقق. هذه عملية لصالح الفريق النيجيري، لكن تصطدم بالعارضة عن طريق جودوين إيكي، وقذفت إيفاني أجيني تمر جانبية لمرمى شكري الواعر. لكن الترجي الرياضي لعب بكل ذكاء، حاول يجمد أكثر اللعب في وسط الميدان ويعتمد على الهجمات المعاكسة عن طريق خليل برباش اللي أبهر الجماهير الحاضرة بالاستعدادات البدنية الممتازة. كنتوا تشاهدوا في فرصة كبيرة لفايت إيشايا، وهذه العملية اللي سمير الخميري أنقذ مرماه من هدف، وضربة أخرى على العارضة من بن إيروها. وما نساوش أن الترجي الرياضي كان يلعب ب10 لاعبين واعتمد أكثر على الدفاع والهجمات المعاكسة، وهذه أحسن طريقة. ثم مخالفة في 6 أمتار لأنه الحكم رأى وأنه رشاد الفارح قام بعملية مزدوجة، رجع الكرة مزدوج كوتسيزو، لكن اللاعب النيجيري كان بعيد ياسر على رشاد الفارح، والحكم أعطاه مخالفة لصالح الفريق النيجيري. آخر فرصة للترجي الرياضي التونسي عن طريق الحمروني، عملية هايلة فنية من خليل برباش. الحمروني هذا اللاعب الشاب اللي عوض الجباري ما يتمكنش من تحقيق الهدف هذا. طبعا الترجي الرياضي التونسي كما تعرفوا غادر مطار تونس قرطاج الدولي على متن طائرة خاصة يوم الخميس، ووفد الترجي الرياضي التونسي كان حقيقة جو عائلي في الطائرة ما بين محبين مسيرين لاعبين وطاقم الطائرة، والجو كان كله ملائم باش الرحلة هذه تنجح. وأول تجربة بالنسبة للترجي الرياضي التونسي فيما يخص التحول على متن طائرة خاصة، كذلك كانت أول مرة بالنسبة للتلفزة التونسية يتحول فريق تلفزي مع فريق في رحلة إفريقية. الوصول إلى لاغوس كان يوم الخميس حوالي الساعة 6 بالتوقيت المحلي، ويوم الجمعة التمارين، ولا شيء غير التمارين بالنسبة للمدرب زمودة. الترجي الرياضي اللاعبين تاعو كانوا في غاية من الانضباط، وهذا حق لازمنا نقولوه، والتركيز، وكانوا كلهم عاقدين العزم باش تكون مقابلتهم طيبة، وهذا اللي صار خاصة في الشوط الأول. زيكو دوا وطبعا يوم المقابلة وفريق إن ونيو احتفل كما يلزم بهذه المقابلة، والترجي الرياضي التونسي كان نزل قبل المقابلة ب50 دقيقة للقيام بعمليات تسخينية بحضور بعض الأحباء وكذلك طاقم الطائرة ومسؤول من الجامعة التونسية لكرة القدم. شان هشام يسحرون
وطبعا الفرحة بعد النتيجة الطيبة اللي حققها الترجي الرياضي التونسي في الفندق قبل الرجوع اليوم الصباح إلى أرض الوطن. فوزي، أول مقابلة مع الترجي الرياضي التونسي، ومع الأسف الكلنا نعرف وأنها ماهيش غلطك. المقابلة بديناها بقوة، نجم تقول بدون مركبات. لعبنا بنتل النتل مع الفريق. سجلنا هدف في الدقائق الأولى نجم تقول. جاء الإنذار الأولاني عندما معنا الحذاء نتاعي تنحى، ما نعرفش ريغلومون بالضبط، ما حقني خرجت لبرا ولبست الحذاء، خذيت افرتيسمون. الافرتيسمون الثاني خذيته حرام. ذور لي تفرجنا كل في كاس العالم وشفنا اللي التوش كي تلعب معناها ما تلمكش تفوت الخط التوش، عندك الحق معناها تقف على حرف التوش. انا ذاك اش عملت بالضبط. الاربيتر راها ماهيش قانونيه، اعطاني الافرتيسمون الثانيه وكان لقصها. واحد ناسف معناها للمقابله معناها كملت ب10 لاعبين مشكورين. اللاعبين اللي معناها قدموا مجهود اضافي، تعرف مجهود نتاع 10 لاعبين مش كيما 11، لازم كل واحد يزيد في الدوزه. والحمد لله معناها تنجم تكون النتيجه ايجابيه معناها بالنسبه للذهاب.